يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من آخر حلقة، وجايلكم النهاردة بحلقة جديدة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم، بس عايزة أفكركم لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد ياريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا ياريت لو نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوف الحلقة النهاردة بتقول إيه. أدهم كان بيزعق مع هالة وهو في العيادة عندها. هالة عايزة تقول له اهدى، بس خايفة من ردة فعله لأنه بيكره الكلمة دي قوي. كل ده حقك، وزي ما قلت لك كذا مرة دلوقتي مش مطلوب منك إنك تسامح. أمال أنت عايز إيه؟ تقبل اللي حصل، تعرف تتعايش معاه، يبقى عندك إجابة لكل أسئلتك. أما تسامح أو لأ فده شيء يرجع لك. وأتعامل معاهم إزاي؟ مع مين بالتحديد؟ أبويا وأمي بالمعروف يا أدهم، زي ما ربنا وصانا. أنت إنسان مؤمن وعارف ربنا كويس، فعاملهم زي ما ربنا قال، وخلي اللي في قلبك جواك. الوقت صدقني كفيل بالمسامحة. عاملهم كويس وببر وبإحسان، والفيلا اللي بحتاج لي مجهود فوق المجهود عشان أدخلها. عرفهم إنك مش قادر تدخل المكان ده، وخلي زياراتك محدودة، وقول لهم إن بيتك مفتوح لهم في أي وقت. أدهم، اللي انت تعرضت له في حياتك كتير وكتير قوي كمان، ومش أي حد ممكن يتحمله. انت وقفت وبنيت حياتك، وبقيت راجل الكل بيشاور عليه وبيتمنى يكون زيه، بغض النظر مشوه أو لأ. تعبت بس الحمد لله ربنا كافئك بزوجة وبيت وأولاد وحياة مستقرة. أما مشاكل حياتكم فدي ضريبة إنك تحافظ على بيتك وسعادتك، ولازم تتعب. والحمد لله أعتقد دلوقتي إنكم وصلتوا لمرحلة قوية جدا، وصعب أي شيء يأثر فيها أو يهزها. اتمسك ببيتك وحبك وأولادك، لأن دول هم سعادتك. ووالدك ووالدتك اتعذبوا في حياتهم كتير، وللأسف ما عرفوش يقوموا بدورهم ولا معاك ولا مع أخوك. ما بقاش بإيدينا نغير الماضي، فنقبله بحلو ومره. يلا روح دلوقتي لحضن مراتك حبيبتك ولأولادك، لأن دول كنزك اللي المفروض تحطهم قصاد عينك وتحافظ عليهم على قد ما تقدر. أدهم مشي من عندها وراح على بيت أبوه عشان مراته وعياله، ودخلوا كان أحمد قاعد ومراته وليلى معاهم، وهو سلم عليهم. اقعد معانا. لا معلش عايزة انام. وبص ليلى. يلا. ليلى بإحراج. طيب اطلع، وانا شوية وجاية وراك. بقولك يلا. كلهم استغربوا نرفزته، وليلى قامت وبصت لهم. تصبحوا على خير. طيب ردوا عليها، وهي طلعت وراه جري. اخوك ماله بتنرفز كده ليه؟ هو اللي بيحصل ده كله ما ينرفزش يا سار. أدهم مراته دخلت وقفل الباب بالمفتاح وراها، وهي وقفت. الأسلوب ده. أدهم بصلها وما نطقش، بس راح عليها وشالها وحطها على السرير، وبدون أي مقدمات ومن غير ما ينطق أي كلمة واحدة رمى نفسه في حضنها ودفن وشه في كتفها، وكأنه عيل صغير محتاج يعيط في حضن مامته. فضل كتير في الوضع ده. خليني في حضنك يا ليلى، مش عايز حاجة تانية، حضنك وبس. ومرة واحدة بصلها برغبة وتشويق، ومرة واحدة بصلها برغبة. وبعد شوية نام على السرير، وكان وشه للسقف، وشه للسقف وساكت. قليل مالك بس؟ مخنوق. حسيت بده. سلامتك من الخنقة. اعذريني لو ضايقتك أو قربت منك بالطريقة دي. ليلى حاطت ايديها على وشه بحب. كنت حاسة بالنار اللي جواك يا حبيبي. وبعدين نوعا ما عجبني إن أكون أنا مرساتك وحامل لهمومك. أنا مش بس مراتك يا أدهم، أنا كل ليك. ربنا ما يحرمني منك أبدا. ليلى رجعت براسها على صدره. ولا منك يا حبيب عمري. بحب حنيتك وحضنك وحبك، وبحب كمان شوقك واحتياجك ليا، وأتمنى أفضل دايما في حضنك. أدهم ابتسم وضمها. ربنا ما يبعدنا عن بعض أبدا يا رب. سكت وهي سكتت شوية، وبعدها رفعت راسها بصت له. تعالى نمشي ونروح بيتنا، بلاش نفضل هنا. اهي ليلى يا ليلى، وتعدي زي ما تعدي. ليلى سندت على كتفه وبدأت تنام، وهو شوية وسحب نفسه بالراحة من جنبها، وقام لأوضة اللبس ولبس مايوه، وفوق البرنس بتاعه وخرج. ليلى اتعدلت
انت رايح فين بالبورنس كده؟ صحتك ولا انت ما نمتيش؟ يا دوب كنت بنام. ادهم بسها في خدها. كملي نومك، هنزل البسين شويه، الميه هتكون ساقعه دلوقتي. خليها تطفي النار اللي جوايا يا ليلى. نام انتي. نزل وهو خارج لما احمد في التراس. على فين كده؟ هنزل البسين. على فكره الميه هتكون متلجه، عارف؟ ما تشوف حاجه تخرج نرفستك فيها غير الميه التلج دي. بطل رخامه ورد، هتيجي معايا ولا اشاركك؟ لا بس هقعد معاك. وراحوا ناحيه البسين، ومن فوق ليلى مراقباهم ودعت من جواها ان ربنا يبرد ناره ويريح قلبه. ادهم قلع البرنس وحدفه على الكرسي ونط في حمام السباحه. وادهم استغرب انه اتحرك عادي ولا كان الميه ساقعه، بس لاحظ اخوه بيتحرك رايح جاي زي الاسد اللي كانه محبوس في قفص. فضل متابعه شويه والاتنين ساكتين لحد ما ادهم وقف شويه في وسط الميه. مش ناوي تسامح صح؟ مش عارف. وبعدين هتعمل ايه؟ ادهم راح ناحيه احمد وطلع قعد على طرف البسين ووشه للميه، واحمد راح قعد جنبه بس ظهره للميه، وقاعدين جنب بعض وكل واحد باصص في اتجاه. مش عارف. مش هقدر انسى اللي فات ولا عارف انساه. اللي فات يا ادهم ما يتنسيش للاسف. جدتك لعبتها صح وعرفت تفرق العيله كلها، حتى بعد موتها لسه مفرقانا. ادهم بصله. احمد، احنا اتجمعنا ومش هنفترق تاني. كل الامور وضحت للكل، ومع الوقت الكل هيندمج تاني. وبعد شويه صمت ادهم بص لاحمد. هو انت بتفتكرها يا احمد؟ بفتكر مين؟ جدتنا. كانت ازاي؟ كانت كتلة قسوة وحقد وكره شديد لماما. طول الوقت كانت تفضل تكرهني فيها وتقولي هتعمل ايه وتعمل ايه، وعمرها ما هتحبك وهتفضل تحب ابنها وبس. اقنعتني فعلا اني لازم اكون حذر منك، لازم احاول ابعدك عن البيت باي تمن، وللاسف ده اللي عملته. طب وبعد كده ماتت ازاي؟ كانت عيانة جامد، كان عندها مرض سرطان، كان بينتشر في جسمها بطريقة غريبة. كل ما تستأصله من مكان يظهر في مكان تاني. للأسف كانت مفترية وحقودة جدا، وعاشت عمرها كله بتحاول تفرق بين ابنها ومراته. أدهم بعد شوية. تعرف إني بشفق عليها. انت ليه؟ الله أعلم هي ظروفها كانت ايه، بس خانت جوزها وبالتالي فقدت حبه واحترامه. بس حاولت تخلي ابنها يكون تحت طاعها، وهي اتجننت إن مرات ابنها تتحب في الوقت اللي هي اتحرمت فيه من الحب. فحاولت بقى تحرم الكل من الحب اللي هي اتحرمت منه، وبالتالي عاشت حياتها وهي عارفة انها مكروهة من الكل. فشلت تخلي ابنها يكره مراته، وفشلت تخليك انت تكره امك، وفشلت تبعدني انا عنهم. فهي انسانة اتحرمت من الحب وحاولت تحرم كل اللي حواليها من الحب. عاشت لوحدها وماتت لوحدها. جدتنا عاشت منبوذة من جوزها زي ما بابا قال، ومن اهل جوزها اللي استحالت ثروتهم لحد ما جابت ابن مش ابنهم ياخد ورثهم، ومنبوذة من كل اللي حواليهم. لا عرفت تكسب لصفها لا زوج ولا ابن ولا مرات ابن ولا حتى حفيد. هل ده حياة تستاهل المعافرة والتعب وغضب ربنا عشانها؟ حاسس ان ربنا عاقبها بالنبذ وبالمرض بالدنيا، والله اعلم مصيرها ايه بالاخرة. وعلى فكرة، احساس النبذ يا احمد اصعب احساس ممكن تجربه. اسألني انا. انت غريب يا اخي. غريب ازاي؟ يعني انت مسامح جدتك اللي هي اساس كل البلاوي اللي احنا فيها دي؟ لا استنى هنا، انا قلت بشفق عليها، ما قلتش مسامحها. وبعدين ابوك صراحة ايوه ضحية، لكن مش شايف ان ده مبرر اللي عمله فيا. عارف مثلا لو اتبرى مني وما حبنيش واهملني مثلا كنت عذرته، لكن الجلد والتشويه وكل اللي حصل لي صراحة مش لاقي له عذر. بحاول اقنع نفسي اني من قهرته وغلبه وشكه في مراته عمل كده، بس مش قادر برضه. يعني هل انا بحبي ده الليلة لو الكون كله اجتمع قدامي وقال لي مثلا ان زيادة وآية مش عيالي، هصدق؟ واصدق ان ليلى تخني؟
لا يمكن. حتى لو كل الأطراف حواليك قالوا لك إنها خانتك، ما أعتقدش إن عمري هصدق يا أحمد. اللي ايده في المية، إزاي أصدق إن الإنسان اللي اختارتني وسط الكون ده كله وحبتني وأنا مشوه تخوني دلوقتي؟ إزاي؟ ها؟ دي رفضت تقبلني لمجرد إن وشي شكله اتغير، وقالت لي حاسة إنها بتخوني. فهل ممكن تقبل راجل تاني غيري؟ لو الحب يا أحمد صادق لا يمكن يدخل الشك يهده بالشكل ده. لا يمكن أشك فيها حتى لو فعلا راحت وقعدت كل سفر لوحدها في شقتها. عندي ثقة ملهاش حدود فيها. وعلى فكرة، قبل ما نقعد هنا بالفيلا كنت بسافر كتير واغيب بالشهر أحيانا، وكانت دايما بسفرياتي بتقعد لوحدها في الشقة، وعمري ولا لحظة حتى شكيت فيها. ولو شكيت، ولو حط لو دي، هتعمل ايه؟ لو شكيت فعلا هقطع الشك باليقين، هعمل المستحيل عشان أبرئها. هستخدم مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هشوف دكتور واتنين وعشرة، وهعمل تحليل نسب، ههد الكون عشان أثبت براءتها. وركز في كلمة لو دي، لو فعلا اتأكدت إنها خانتني وأنا بحبها الحب ده كله، هسيبها، هطلقها وأبعد أنا عنها. لا يمكن أنتقم منها في ابنها. لا يمكن يا أحمد. لا يمكن أنتقم من عيل كل ذنبه إنه اتولد في غابة. أبوك كان عايز يوجعها زي ما هي وجعته. مفيش حاجة توجع قد وجع الابن. كان عايز يوجع الاتنين بيك، وادينا طلعت ابنه. تقدر تقول ايه العمل دلوقتي؟ للأسف مفيش حاجة ممكن تعوض اللي حصل ده. أدهم نط في المية بالظبط. مفيش. أحمد فضل متابع في صمت ورايح جاي، والاتنين مخنوقين لحد ما أدهم طلع من المية ولبس البورنس وقعد على كرسي. أحمد شد كرسي وقعد قصاده. ازاي خلى ابوك يقبل كنان؟ سواء قبله أو لأ، هيفرق معاك في ايه؟ أكيد يفرق. عايز يقبله كابن ليا. لو انت اعتبرته بجد ابنك مش هيفرق معاك حد تاني. أنا فعلا اتعلقت بيه، وكأنه فعلا ابني بجد وبحبه بجد، وعشان كده عايز بابا يحس انه حفيده. خلاص، عرف بابا انك مش هتقبل اي معاملة ما تعجبكش لابنك، وان لو عايزك انت كابن وعايزك تسامحه يبقى لازم يقبل قراراتك ويعتبر كنان حفيده، ولا هيخسرك انت شايف كده؟ والله يا احمد انا عيلي خط احمر، لو حد داسلهم على طرف اقتله. مش هقبل ابدا حد يعملهم وحش. خلاص، بكره نتكلم مع بابا. ومن فوق متابعهم حسين في البلكونه، واقف وشايفهم، وحنان بصت عليه ورجعت لسريرها وهو دخل قعد معاها. عيالك الاتنين تحت. ادهم بيقطع في البسين رايح جاي زي المجنون. يا ترى ممكن يسامحني؟ ادهم قلبه ابيض. ممكن، ليه لا؟ ممكن يسامح على اللي عملته فيه ده كله. ممكن في يوم ينسى ويرضى عني. ينسى لا، لكن يسامح. اللي ادهم مر بيه صعب يتنسي. طب ازاي اقدر اكفر عن اخطائي في حقه؟ مش عارفه يا حسين. طب واحمد اللي شايل في قلبه كل ده وساكت، على اللي قال تقبل ابنه، قبله ازاي يا حنان هو مش ابنه؟ يا سبحان الله، ربنا اختاره ما بيخلفش وبعت له كنان نعمه، وابنك حبه واتعلق بيه، تيجي انت تقول له لا مش ابنك؟ اتراجع يا حسين، اتراجع بدل ما تخسره. حسين فكر شويه. اتراجع بس؟ ما فيش بس يا حسين، المعادله سهله وواضحه. عايز احمد يبقى تقبل كنان، مستغنى عنه يبقى براحتك. عايز عيالي الاتنين يبقى تشوف ايه اللي يريحهم وتعمله. الموضوع بسيط على فكره. وانتي، انا ايه؟ امتى هتسامحيني؟ امتى هترجعي حنان حبيبتي اللي بعشقها؟ انا معاك اهو. معايا ايوه، بس مش من قلبك. عمرك ما رجعت لطبيعتك معايا. عمري ما حسيت بحبك بعد اللي حصل. انا فضلت معاك اهو عمري كله، وخسرت عيالي الاتنين بسببك. كنت مجنون من الشك والغيرة. كل ما تخيل رؤوف معاكي وفي بيتي وانك تحملي منه كنت هتجنن. يا ما حلفت لك ازاي ما صدقتنيش. اترجيتك تسمعني، حكيت لك كل اللي امك كانت بتعمله فيا،
بس انت قفلت عقلك على كلام امك وبس. اقنعتني انك بتحبيه، وليه صدقتها؟ وازاي ما صدقهاش وهي امي وطول عمرها هي اللي جنبي، هي اللي بتحقق لي كل طلباتي، وكرهتني. وانت عارف بكرهها ده يبقى ليه اخدت كلامها امر مسلم بيه؟ مش عارف، كان جوايا نار طلعتها عليك انت وابنك، والنار حرقتنا كلنا. هديت بيتي فوق دماغي بنفسي، ومهما اعمل عمري ما هقدر اكفر كل الذنوب دي، وعمري ما عيلة هيسامحوني. حتى لو سامحوني هيكون من ورا قلبهم. لكن انتي، انا ايه؟ طمعا في قلبك يا حنان تسامحيني وترجعي تحبيني من تاني، تحاولي تنسى اخطائي. انسى ايه ولا ايه يا حسين؟ انت كتفتني وعذبت عيالي قصاد عيني. ادهم دمرته، وانا للاسف كنت اضعف من اقف في وشك. معرفتش احمي عيالي، ولا قدرت اقف في وش حماتي واخد ابني في حضني، ولا قدرت اقف في وشك واحمي ادهم. حسين مسك ايديها. خلينا نبدا من الاول، خلينا اعوضك واكفر عن اخطائي في حقك. راضي عيالك يا حسين وعوضهم. عايزه عيالي في حضني ومعايا، عيالك اللي رافضين يعيشوا معانا. شاوريلي وقوليلي اعمل ايه وانا هنفذ على طول. حنان فكرت. ادم مش قادر يعيش في البيت ده من ذكرياته. تعال نروح بيت تاني بدون ذكريات وبدون وجع. الاتنين اتوجعوا هنا، كلنا اتوجعنا. تعال نخرج من هنا ونسيب بيتنا ده. معقولة؟ هاتلي ذكرى واحدة حلوة في البيت ده تخلينا نتمسك بيه. عيالك اتعذبوا هنا، انا اتعذبت هنا، بنتنا ماتت هنا، ادهم ما قدرش يرجع معانا هنا، ولما مراته اضطرته يجي كانوا هيطلقوا فيها. تعالي ناخد بيت جديد بذكريات جديدة، ذكريات حلوة وسط احفادنا. بلاش نتحرم من احفادنا زي ما اتحرمنا من ابهاتهم. خلينا نلحق نعيش معاهم يومين. وتفتكري لو اخدنا بيت تاني هيكون ده الحل؟ هتكون البداية يا حسين، البداية لحياة جديدة. ما تطلبش منهم يفتحوا صفحة جديدة وانت مصر تفضل في القديمة. حسين اتنهد وسابها وقام يتابع عياله اللي تحت، واللي قاموا ودخلوا وكل واحد طلع لأوضته. الصبح أدهم صحي ومراته كانت بتلبس عشان تستعد للنزول، وهو أول ما شافها ابتسم وحط ايده تحت راسه، وهي لاحظته وابتسمت. مالك بتبص لي كده ليه؟ محتارة كده ليه في هدومك؟ ليلى قربت منه ورفعت رقبتها. عشان قادري كل ده. اعمل ايه بس فيكي؟ بحبك. واعمل انا بقى في اخوك الرخم اللي اول ما هيلمع علامة هيستلمني؟ هعلقهولك ولا يهمك، انت بس تشاوري. بس برضه هتحرج من الباقيين. حطي حاجة حوالين رقبتك وبعدين ابقي نبهيني وقوليلي دي خط احمر ما تقربش. يا سلام، لا طبعا. لا ليه؟ ليلى ابتسمت بحرج وقامت بعيد. تعالي هنا يا بنت انتي، نتكلم في موضوع مهم، ما تسيبينيش وتمشي. ايه المهم؟ ليه مش عايزه تنبهيني؟ انت شايف ليه؟ ادهم بصلها وعمل نفسه بيفكر. ممكن مش عايزه تضايقيني؟ ممكن. او مثلا سايباني براحتي؟ جايز. او مثلا عجبك الموضوع ده؟ راقب ابتسامتها وحركات عينيها. فهو كمل. دي الاجابه الصحيحه وفزت معانا. عايز تفوز بايه؟ بحضن. بس كده؟ انت تشاور. راحت ناحيته وهو شدها وقعها عليه. وبعد فترة كلهم نزلوا لتحت يستعدوا للفطار. ادهم اول ما نزل شد احمد بعيد. في ايه؟ بطل ترخم على ليلى تلميحاتك السخيفة دي. ده بجد؟ ايوه بجد، ولا هتبعد هي وهترفض اي حاجة تجمعنا مع بعض. ها، شايف ان رخامتك تستاهل نبعد عن بعض بالشكل ده؟ للدرجة دي بتتضايق؟ ايوه بتحرجها، وبدأت تشيل الهم اللي بتكون انت موجود فيه. بطل ترخم عليها. انا ما تخيلتش انها بتتضايق كده، واديك عرفت انها بتتضايق. خلاص مش هضايقها، انا مش عايز حاجة تبعدنا عن بعض. تمام، يلا نفطر. نزلت ليلى وسهر، واحمد اول ما شافها كان هيعلق على الاشارب اللي على رقبتها، لكنه رفع ايده باستسلام وحرك ايده على شفايفه بمعنى ان بقه مقفول ومش هيتكلم. ليلى استغربت. في حاجة؟
لا مفيش. انتي في حاجة؟ انا لا. ونكمل في الحلقة اللي جاية.